بس خبى في الرخ بتاعتي وبرق. طيب لو لعبت روك H3 تشيك اقول لك مبروك عليك التعادل، انت خسرت الدور ده، خسرت المكسب يعني. كينج G6 تشيني تاني، هرجع هتزق هقول لك روك C8 وكش كش. وريني البيضة ده هيرقي ازاي. لانك بوظت الفكرة بتاعة المكسب، اني العمود بتاع البيضة لازم الملك يبقى جنبه. تاني حاجة الرخ دي تيجي على العمود اللي جنب الملك، يعني الملك هنا والرخ ماسك العمود اللي جنبه هنا، ويبقوا التلاتة جنب بعض. دي فكرة المكسب البيضة اللي على الصف السادس. الشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، الأبيض معاه بيضة عاوز يرقيه، والملك الأسود محجوز. فأنت هات كده فكرة، اعتبره اكسرسايز أو اختبار صغير لك، وفكر ازاي تكسب بالأبيض. فكرة المكسب جميلة جدا، هو بيكشك مش عاوز يسيبك كشات مثلا، وبتجيله كينج E5 روك C8 بيرجع يطلب البيدق تاني، تيجي عشان تدعم البيدق بتاعك. كينج H7، ولو فكيت الحظر او الحجز بتاعك هنا كينج G7 بتتعادل خلاص. هتيجي تدعم البيدق بتاعك كش وارجع تاني. طيب الحل فين؟ الحل بعد ما يقول لك كش هنا روك C6 تشيك برضو كينج E5. دلوقتي بيرجع عشان يطلب او يمنع الترقية، فبتيجي روك G6 بيست موف. طيب فكرتها ايه؟ فكرتها اني دلوقتي الخانة دي البيدق ضاربها ومانع الكشات، والملك لسه محجوز برضه. هيلعب ايه الاسود؟ مثلا هات الرخ بتاعتك، بقول لك تاكل، فضل خد الرخ بتاعتي ببلاش. اذا اكلت هنا بنزل وزير. طيب لو فكرنا وجينا فبجي لك كينج F5 كينج F6 تاني، تشيك. تمام،